ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بطلاب مصر فرقة اولى 2025. اخيرا يا صديقي قد اصطدمت بالمرحلة الجامعية، سواء كنت ملتحق بزراعة عين شمس او سواء كنت ملتحق باي كلية تانية. فالفيديو ده هيفيدك جدا، ان احنا هندردش عن معلومات مهمة جدا هتفيدك في الحياة الجامعية. تعال نشوف. مبدئيا كده صديقي، انا مش جاي اكلمك عن زراعة عموما او احببك فيها او اكرهك فيها، لان الحاجة اللي زي كده احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات الاقسام، تقدر ترجع لها. ولو عوزت اي سؤال تقدر تسيبه في الكومنتات، واحنا باذن الله تعالى هنرد عليه. احنا جايين النهارده نتكلم وندردش مع بعض كده عن الحياة الجامعية، ندردش عن بعض عن شوية المعتقدات الخطأ اللي كتير من الناس والطلاب بتاخدها، سواء انت دخلت كلية انت كنت حاببها او كلية ما كانش بالنسبة لك احسن حاجة ودخلتها. تذكر دائما ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فمبدئيا كده انت لازم تكون راضي، سواء في الكلية اللي انت فيها او سواء الكلية اللي انت دخلتها عن حب، لازم تكون راضي بقضاء الله تعالى. وتعالى كده نشوف بعض المعتقدات المهمة جدا نتكلم عليها في فيديو النهاردة. تعالى نشوف. النهاردة بإذن الله تعالى جايين نتكلم عن موضوعين مهمين جدا. أول حاجة النجاح، تاني حاجة هنتكلم ايه الفرق ما بين الحياة، ايه الفرق ما بين حياة المدارس، تمام، وانتقالنا للحياة الجامعية، مراحل الثانوية ومراحل الجامعة. هنتكلم كده في فروقات بسيطة، نحاول إن شاء الله ما نطولش عليكم النهاردة، وبإذن الله تعالى هنقدم محتوى مفيد. أول حاجة خلينا نتكلم عن أسس النجاح. أنت داخل الكلية علشان تنجح، تكون شخصية إنسان ناجح، قادر إن هو يفيد نفسه وقادر إن هو يفيد بلده وقادر إن هو يطور من نفسه أكتر علشان يعيش حياة اجتماعية ومادية كويسة في خلال الظروف اللي بتحيط بيه. النجاح تعريفه بسيط جدا، من كتر ان النجاح واسس النجاح بسيطة هتلاقي كذا حد عامل لك مفاهيم للنجاح وغموض من كتر اصلا ان هو سهل. اول حاجة اسس النجاح اللي عايزين نتكلم عليها النهاردة واهم حاجة، انت فين علاقتك مع ربنا؟ لا يا راجل. ايوه، انا مش جاي اكلمك النهاردة عن كورسات برمجة ولا كورسات الماني، ولا جاي اكلمك النهاردة عن انت معاك كام لغة، ولا معاك رقم قد ايه في البنك. انا عايز اكلمك بس في نقطة مهمة جدا، هو انت بجد انت علاقتك مع ربنا فين؟ انت شخصيتك ودينك الاولوية رقم كام؟ انت ايه علاقتك بالقرآن؟ ايه علاقتك بالسنة النبوية؟ تعرف ايه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرف ايه عن السيرة النبوية؟ تعرف ايه عن الصحابة؟ تعرف ايه عن القرآن؟ موضوع ديني، احنا جايين نتكلم في النجاح. ايوه، ما انا عايز اقول لك ان اسس النجاح هي الشخصية الدينية السليمة، انك تكون شخص عارف مفاهيمك الدينية ولو كمفاهيم الابتدائية والأساسية. ما يمنعش خالص انك تكون طالب علم تبدأ في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. انت بتبتدي حياة جديدة. في ناس كتير جدا بدأت حفظ وتلاوة القرآن الكريم من سن اعدادي ومن سن ثانوي، بس انا دلوقتي عايز اوقفك على ارض صلبة. ارض صلبة من غير قرآن ملهاش اي لازمة. النجاح اللي بيتعرف في اكتر من بوستات واكتر من فيديوهات ان النجاح ايوه الشخصية هي الارادة، كل الكلام ده من غير قرآن، كل الكلام ده من غير اتباع دين سليم، ملوش اي علاقة. شكرا. انا عارف دلوقتي انك داخل حاجة جماعية، داخل عايز تقلد ناس كتير، من صحوبات، من اختلاط، من اغاني، من اللي هو الصحبة والشلة الجميلة. انا ما منعتكش من حاجة زي كده، بس لازم تحقق الكلام ده طبقا لشريعات القرآن الكريم والسنة النبوية وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت فين من ده؟ لازم تحدد شخصيتك وقدرتك الدينية على انك تكون انسان قادر يفيد غيرك ويفيد نفسه. طب واحد يقول لي، طب انا هستفاد، انا هكون ناجح ازاي يعني لما اعرف القرآن والسنة؟ هتكون ناجح ازاي؟ انك هتكون شخصية كويسة. هتكون شخصية كويسة هتكون قادرة ومتقبلة، سواء انت دخلت قسم انت حابه او سواء دخلت قسم انت مش حابه، او كلية حاببها او كلية مش حاببها. فعارف ان ده الخير ليك، عارف انك هتسعى، عارف انك هتنجح.
عارف ان انت مش هتحط نفسك في مبدأ المقارنة. يا ابني ده مبدأ المقارنة ازاي يعني؟ انا مش قادر اقتنع انت ازاي قادر تحط نفسك بمقارنة بين خالتك ولا ابن خالتي ولا الكلام ده كله. مبدأ المقارنة مبدئيا انت لما بتحط فيه نفسك فانت كده كده خسران. ليه؟ بس انت لو حطيت نفسك مبدأ مقارنة مع حد، سواء انت طلعت اقل منه او احسن منه، انت هتبقى خسران. لو طلعت اقل منه فانت نفسك هتوبخك، وانت عملت ايه؟ هو ده احسن منك في ايه؟ ولو طلعت اعلى منه هتقول لك برضو يعني هو مين اللي انت اعلى منه ده؟ يا عم شوف الناس اللي فوق. فمبدأ المقارنة من الحاجات اللي بتحطم كتير جدا انك تكون انسان ناجح. هو انا لسه هبدأ؟ هو انا لسه هيحصل؟ لما يكون عندك مفاهيم دينك وقربك الى الله تعالى، وتكون نيتك انك تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام؟ فانت رزقك وتدبيرك وتدرس طبعا من علوم الدين زي الفقه وزي العقيدة، هتكون انسان راسخ. هتكون انسان ماشي، انا ممكن بضحك وبهزر مع اصحابي بس ما بعملش اختلاط. ممكن مثلا نبقى قاعدين بس لو في حد بيتكلم في نميمة او اي حاجة ما تقضيهاش كده. اسأل اي حد اتخرج دلوقتي، او اي حد كان عليه اللي هو الهايلايت في الجامعة وان هو احسن واحد وان هو ده اللي هو بسيوني كل الناس دي دلوقتي كل الناس دي دلوقتي لما تيجي تسألها يا ابني انت عملت ايه؟ انت وصلت لفين؟ قال لك يا عم والله ده انا كنت بضيع وقت كتير. ده انا دلوقتي يا دوبك انا مش انا كل ما اتقدم في وظيفة افشل. انا حياتي بقت ضنك، انا بقيت مخنوق، انا خطبت وفركشت. انا كل الكلام ده ليه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. واي حد بيتكلم في اسس النجاح غير اول سبب واول اولويه انك تتوكل على الله وانك تاخد بالاسباب بعد كده، فهو عايز اقول لك ان هو بيضلك، لان دي اول حاجه في اسس النجاح هو التوكل على الله تعالى. تاني حاجه هنتكلم عليها ومن الحاجات الكتير اللي هو الاخذ بالاسباب، انك تبدا تتعلم اكتر. انك في الموقف اللي انت بتبقى فيه لو قاعد ساعه في المحاضره او قاعد ساعتين مثلا، انا قاعد استفيد، انا هكون احسن حاجه، انا هسأل بعد كل محاضرة، هسأل بعد كل سيكشن، انك قاعد بتستفيد من الاخر. تمام؟ انك طبعا تبدأ تشوف سوق العمل عامل ازاي. انت ازاي دلوقتي ما عندكش حساب على لينكدين؟ انت ازاي دلوقتي مش عارف اللي بيقدموا المحتوى بيعملوه ازاي؟ انت ازاي دلوقتي مش عارف تكون شخصيتك اصلا، تكون عندك قرار انك تقول هعمل كذا ومش هعمل كذا. سيبك بقى من ولي الامر بقى، وسيبك دلوقتي من سيبك انت دلوقتي، انت محدش هيقولك ذاكر. فانت لازم تشوف سوق العمل، كورسات انك تاخدها تطور نفسك في اللغة التانية، حاجة تفيد بيها ايه نفسك. وفي الاول وفي الاخر انك بنيت الركيزة الاساسية بالنسبة لك وهي الشخصية الدينية، انك تكون آه راجل عارف معلومات دينية صحيحة. على الاقل يا عم انت لو ما خدتش حاجة من الدنيا فانت ربنا ان شاء الله يرزقك في الاخر. تعال نتكلم عن الفقرة التانية. تعال نتابع ونكمل مفاهيم بسيطة وأساسية عن الفرق ما بين الحياة الجامعية وحياة المدارس والمرحلة الثانوية. خلينا نتفق اتفاق انك في المدارس وفي الحياة الثانوية او في المرحلة الثانوية انت بتكون شخص مقيد شوية، انك تكون شخص ماشي في مسار مقيد، يعني يعتبر مش عارف تبص يمين من تبص شمال. انت عندك مدارس، عندي حصة الساعة كذا، عندي درس الساعة كذا، فشخص مقيد لحد ما. وسواء انت كنت شخص بتذاكر ومتابع او انت كنت شخص اللي هو لا عادي الدنيا بالنسبه لي بيس يعني، فبرضه نفس الكلام انت شخص مقيد. ما عندكش اللي هو الحريه او انك مثلا حته انك تخرج، انك مثلا تقعد لمواعيد معينه. فلا انت دلوقتي بنى عندك شخصيه انك انا بقيت طالب جامعي، انا خلاص بقيت شخص كبير. خلينا كده ننتقل للحياه الجامعيه. الحياه الجامعيه لا انت عندك فرصه اكبر في الشغل، فرصه اكبر انك في الحريه. انت عندك حريه كبيره، مش ملتزم مثلا بميعاد ولا حاجه، بتظبط دنيتك. انت سواء كنت في اي كليه فبرضه الدنيا بتبقى ايه متظبطه الى حد ما. بس في نفس الوقت هنا ما فيها من مميزات وهنا ما فيها من مميزات وعيوب برضه. من عيوب المرحله الثانويه انك تكون لو انت شخص مش قادر ان هو يتخذ قرار ان هو يطور من نفسه لحاجه، فهو هيمشي مع المسار اللي هو خلاص خلصنا جامعه، خلاص خلصنا قصدي المدارس، تمام، خلصنا نتيجه، جبنا اجتهادنا، اشتغلنا على نفسنا، تمام. بس ما قدرش ان هو يبص برضو ان هو يشوف سوق العمل ماشي ازاي، ان هو يشوف مجالات كتير. هو ماشي المسار
هندسة وطب انا كده ناجح، غير كده يبقى خلاص. عشان المجتمع وعلشان اغلب الناس بيصير عندهم نفس الفكر ده، فعلشان كده اتكلمنا ملناش دعوة بحد، محدش هيتحاسب غيرك انت، اللي مسؤول واللي هيستفاد من نجاحه او فشله انت بس، مالكش دعوة بالناس. قال الله تعالى: وان تطع اكثر من في الارض تمام يضلوك عن سبيل الله. فخليك باصص في ورقتك ومركز. في الحياة الجامعية انت عندك اي نعم حرية، ودي بيتيح ليك انك تشوف فرص عمل، تشوف شغل، انك تقدر تعمل مشروع مثلا وانت في الجامعة ذات نفسها. بس في نفس الوقت في ناس بتستغله بشكل غلط، وده اللي احنا كنا متكلمين عليه من دقيقتين كده 3. انك لا، احنا في حاجة جامعة خلاص احنا هنقضيها عادي جدا ما بين صحاب، وما بين زمايل، وما بين مثلا خروجات وحاجات زي كده. هو ولا منه عمل الحاجتين، يعني ولا منه ان هو قدر ان هو يستغل الجامعة دي ان هو يبدأ يذاكر، ولا منه برضو ان هو انحرف عن المسار ده خالص. لا، هو في النص، اللي هو ما بين ان انا بذاكر بس مش عارف اجيب مجموع، ولا فاهم اصلا لما اتخرج اشتغل ايه. وفي نفس الوقت والاغلب، وده اللي انا شايفه بنسبة كبيرة جدا في وسط الطلاب دلوقتي، الطلاب دلوقتي ما راحش عنها فكر اللي هو ان مثلا انك هتكون ناجح في اي حاجه عادي. لا، انت دخلت كليه او دخلت هندسه او دخلت طب، انا لو دخلت التخصص ده يا رب الحق التخصص ده مش عارف ايه، والتخصص ده قليل، وبنقعد نتريق على بعض الاقسام والتخصصات. يا جماعه مفيش الكلام ده، لا والله مفيش شيء. الكلام ده. انت شخص عارف تستغل الفرصه اللي انت فيها والمكان اللي انت فيها، هتبقى احسن حد. انت لو هتيجي تقارن مثلا دلوقتي انك الموضة اللي طالعة من شوية مثلا، يعني ان دلوقتي طلاب الجامعات والشهادات ملهاش لازمة والناس زي كده، او اللي بيتخرج بيقبض مرتبات ضعيفة جدا في خلال الزمن اللي احنا فيه. لو جينا نتكلم ان 60% من الطلاب قادر ان هو يتخرج تمام زيهم زي بعض، يعني يعتبر هتكلم ده نفس معلوماتهم مع بعض، يعني فعادي. لا هم الحقيقة ممكن ما أصلا مسطول يكونوش في اصلا الوقت. مؤهلين لسوق العمل العادي الطبيعي. 40% بيبدأوا يتخرجوا ويشتغل، 30% بيقبضوا مرتبات عادية، و10% بيقبضوا مرتبات محترمة جدا. ال10% ده كان بيذاكر معاك، وكان في نفس الساعة وانتوا الاتنين كنتوا بتحضروا، بس هو كان بيزود 10 دايق انمي نفسي من لغة، انمي نفسي من مهارة، 10 دايق يقضيها مع نفسه، يطور من نفسه اكتر، سواء في السوفت سكيلز او في مهارات الكوميونيكيشن او في مهارات المانجمنت وإدارة الوقت. هو بدأ ان هو يحسن نفسه واحدة 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 لغاية ما استغل ال5 أو ال4 سنين في الجامعة استغلال كويس، فبدأ ان هو يكون مؤهل لسوق العمل. ملخص اللي احنا كنا جايين ندردش عليه النهاردة: انت دخلت الحياة الجامعية، عيش تجربتك بنفسك، عيش تجربتك بنفسك. الناجح او الخاسر هو انت، اللي هيستفيد من نجاحك او فشلك هو انت. والدك ربنا يخليهولك يا رب ويحفظه، بس هو مش عايش لك طول العمر. وانت في نفس الوقت لو معرفتش تعمل حاجة لدنيتك قبل دينك في ظل الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، هتكون خسران جدا. يعني حافظ على دنيتك، حافظ على دينك، حافظ على دينك، لان دينك الاهم. دينك هو اللي هيوجهك التوجيه الصح، دينك هو اللي هيخليك تعمل اسرة اجتماعية كويسة، عكس المشاكل والفشل اللي احنا فيه. يعني انا مش عايزك تكون ولا شخص متدين ومتشدد، ولا تكون شخص اللي هو سايبها خالص. انك تكون شخص عارف قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون ملتزم، تتعلم علوم دينك مع طلب العلم الدنيوي اللي يقدر ان شاء الله ان هو ينفعك ويحسن من مستواك الاجتماعي، وانك تسيب اثر كويس. وفي الجامعه ما تقلقوش خالص، انتوا مش هتبقوا لوحدكم، في ناس كتير هتقدر تساعدكم باذن الله تعالى. واحنا في زراعة عين شمس عندنا انشطه كتير جدا جميله، وباذن الله تعالى في الفيديوهات اللي جايه هنقدر نفيدكم جدا ان احنا نقدم محتوى مفيد يعرفك الحياه الجامعيه عامله ازاي تظبط وتنظم وقتك. اهم حاجه متنساش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. سبحانك الله وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله، والسلام عليكم.